مساء الخير، انا احمد عز ودي مستشفى الاوبن، مدرسه الاوبن. ما كانش ينفع ان احنا نعديها من غير ما نعمل عليها فيديو ونقول للناس الدنيا مشيت فيها ازاي. العربيه دي يا جماعه صاحبها ضيع المفتاح بتاعها، وضيع المفتاح بتاعها والعربيه دايره. يعني العربيه كانت دايره منه، نزل يعمل حاجه المفتاح وقع منه، ركب مشي بعد 20 30 كيلو بيبطل العربيه اكتشف ان المفتاح بتاعه مش موجود. العربيه بطلت، وبعد كده بقى حب ان هو يروح يجيب حد بتاع مفاتيح يبرمج له العربيه، يبرمج له مفتاح، يجيب مفتاح يبرمج. راح جاب حد بتاع مفاتيح، والراجل مشكورا جه حاول يكود ما عرفش. المهم لا اصل عايزه سكيورتي، طب نلف شويه، قعد يلف وبعد كده قال لك لا دي المفتاح ده بس هنغيره، لا هنشتغل بمفتاح تاني، لا هنشتغل بجهاز تاني، لا هنجيب مش عارف مين. فكانت حفله كده اتعملت عليها، وفي الاخر برضو ما وصلناش لحاجه. يعني في الاخر برضو الراجل في النهايه لقيت العميل بيتصل بيا، والله ده احنا عندنا مشكله ومحتاجين سكيورتي كود. يعني هنا يا ابن الحلال حاضر اتفضل سكيورتي كود. يومين ولقيته بيكلمني في ايه تاني؟ العربيه لسه ما دارتش. طب ايه المشكله؟ اصل انا رحت جبت لها مفتاح من التوكيل، وكان الراجل بتاع المفتاح بيقول لي ان المفتاح بتاع اللي هو بيجيبه من بره ده مش عارف ايه، ومفتاح التوكيل هو اللي عايزينه عشان يتبرمج ونخلص. برضه الراجل جاب مفتاح من التوكيل وبرمج. ابدا. الشغلانه كلها ان العربيه دي من كتر اللعب فيها عملت لوك، واصبحت ما بقتش تنفع تتبرمج باي شكل ان كان بالاجهزه المعتاده بتاعت الناس بتوع المفاتيح، بسبب اللعب الكتير اللي ملوش لازمه من الناس اللي هي يعني ما عندهمش نولج بقصه الاوبل، او ما عندهمش النولج بحته البرمجه بتاعت العربيه دي بالذات. العربيه دي من ابسط ما يكون ومن اسهل ما يكون في برمجتها، ولكن مستشفى الاوبل بتتميز بان هي تشتغل الاوبل اونلاين في اي وقت وفي اي ساعه وفي اي مكان. بفضل الله احنا بنشتغل شغلنا كله كاننا توكيل بالظبط. البرمجه تمت ببساطه شديده جدا، مفتاح اصلي مع الاجهزه المتخصصه في البرمجه. الشغل بتاعنا اللي احنا بنقدمه للعربيه دي بالبرمجه الاونلاين، والموضوع كله ما كملش معانا بالظبط تلت ساعه نص ساعه بالكتير قوي، كانت العربيه دايره موضوعها خلصان وشغلتها جميله وظريفه. الدرس من الموضوع ده ايه؟ ان العميل بتاعها فضل حرفيا بايت في العربيه في الشارع بقاله اكتر من 5 ايام علشان خاطر هو مش قادر يسيب العربيه في المكان ده وهي مفتوحه. فبنيجي نقول للعملاء خد بالك، لما يكون معاك مفتاح واحد بس للعربيه ده شيء سيء جدا. في اي وقت هيضيع منك المفتاح هتدور تلف كعب داير، وفي الاخر ممكن تخبط في حد انت مجبر عليه بتاع مفاتيح في المكان اللي انت فيه، مش متخصص شغل مثلا في البراند بتاع الاوبل، او مش متخصص في العربيه دي بالذات، وبالتالي او ما عندوش التولز الكفايه اللي هي تعمل له الشغلانه بتاعته، وبالتالي تخش في حقل تجارب انت في غنى عنه. فالنصيحه لكل الناس خلي معاك مفتاحين دايما، خلي معاك مفتاح سبير للعربيه. يعني بلاش فكره المفتاح الواحد، حتى لو المفتاح مكلف حبتين، صدقني اللي تكلفه الراجل ده في الشغلانه دي اضعاف ما كان ممكن يعمل مفتاح تاني، ده غير البهدله اللي هو اتبهدلها. بنتميز بفضل الله ان احنا بنوفر لك القطع الغيار الاصليه للعربيه، بنتميز بفضل الله ان احنا بنوفر لك الزيوت المناسبه للعربيه بتاعتك والمواصفه بتاعت العربيه، كذلك الميه، كذلك الفلاتر. بفضل الله بنوفر براندات حضرتك بفضل الله مش هتلاقيها غير عندنا احنا بس، بحيث ان احنا نوفر لك وقتك ونوفر لك شكل كامل من الصيانه. بفضل الله احنا هنا بنعمل عمرات، وبفضل الله احنا عندنا الشمبر بتاعها الاصلي بتاعها. الناس اللي هي بتشتكي ان العربيه بتاكل زيت وان العربيه عند 70,000 كيلو بتبتدي ان هي تنقص زيت والكلام ده كله، ده بفضل الله احنا حليناه، وبفضل الله حلوله بسيطه جدا جدا جدا. بندي لك عليها ضمان لغايه 80,000 كيلو بعد العمره بفضل الله رب العالمين. ما تخليش اي حد مش شغال في البراند ده او مش شغال في الجراند لاند خصيصا ان هو يمسك جهاز ويقعد يلعب في العربيه، لان ده فعليا هيكلفك كتير. العربيه سهله جدا وبسيطه جدا، ولكن بالنسبه للناس اللي فاهمه فقط، انما بالنسبه للناس اللي مش فاهمه العربيه هتدخلك في دوامات انت في غنى عنها. فلما يكون عندك مشكله بالشكل ده ادي العيش لخبازه. مستشفى باشا، مستشفى الاوبل، خلص لك كل الحكايه. باي باي. ببساطه اتلعب فيها كتير قوي.
العربيه، واحد واثنين وثلاثه، وبرضه مفيش فايده. لسه عايزه تاني، محتاجه تاخد تاني. مش هينفع والله كده. لا 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 خلاص. مش هينفع. تاني.